ترامب عامل مشاكل مع السعوديه. طلع ترامب وطلب 500 مليار دولار من السعوديه عشان يزور السعوديه، قالوا له يا عم هنديك 600 مليار دولار، فهو تمادى وطلب تريليون دولار. العلاقات الدوليه دي زي المسرحيه، ترامب اكبر ممثلين، مش بيفوت فرصه غير لما يتكلم ويتفاخر عن الفلوس اللي بياخدها من السعوديه. لكن القصه مش كده وبس، ابتدت معانا سنه 1930 لما شركات امريكا بقيت تبحث عن النفط في السعوديه، ووجدوا ان السعوديه غنيه بالبترول، وهنا بدات العلاقه توضح. السعوديه اصبحت ثالث اكبر مورد للنفط في العالم لامريكا، والولايات بتعتمد عليه بشكل كبير جدا. الموضوع ما وقفش لغايه هنا، امريكا بتعتبر اكبر مورد اسلحه للسعوديه، وعام 2017 وقع صفقه اسلحه ب 110 مليار دولار، ودي كانت اكبر صفقه في التاريخ، ده حسب وصف ترامب. والناس كالعاده تقسم، في منهم اللي قال السعوديه دي البقره الحلوه وترامب بيحلف في اموال السعوديه، وناس تاني قالت دي استثمارات، ودي بتحصل من زمان بين السعوديه وامريكا. السعوديه بتمتلك استثمارات كثيره في الولايات المتحده في مجال الطاقه والتكنولوجيا والعقارات، دول بتاخد منها امريكا زي اليابان اللي من يومين دفعت 500 مليار دولار. رايك انت بقى ايه؟